حبايبي السلام عليكم. اليوم سوينا لكم كنتاكي الدجاج. باع الوصفة ما شاء الله تبارك الرحمن. وصفة أكيد محبوبة هواي يعني عند الشباب وعند الصبايا وعند الأطفال وعندنا إحنا الكبار أيضا. وصفة كل سهلة ما يحتاج لها شي، ومكوناتها بسيطة وحتى شغلها بسيط، بس اكو خطوات يعني تتبعيها حتطلع عندك الوصفة مضبوطة. وإن شاء الله راح تشوفين الوصفة وتجربيها، وما شاء الله تبارك الرحمن. يعني حتى الكمية اللي عندي خير وبركة. يعني هاي الكمية إذا برا يعني مو أقل من 25 ألف تاخذيها. ما يقارب أكثر من 10 قطع. هاي البطاطا هم فد يوم أسوي لكم إياها المقرمشة، أسوي لكم إياها بالقناة. وسويت وياها هاي الثومية، هم أسوي لكم إياها إن شاء الله فد يوم بالقناة. وسلطة الكرسلو يعني أنا مسويتها قبل، موجودة بالقناة. وعندي هاي أنصحكم بيها. كلش طيبة ويا الهمبرجر، ويعني هيك الشغلات ويا القاص. كلش طيبة، يعني تعطيك نكهة مدخن وسبايسي، يعني حارة بنفس الوقت. كلش طيبة ويا هيك يعني مكونات. وهذا الصمون عادي تاخذين من الفرن. وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني وجبة كاملة. شو رأيكم طبق الخضروات هذا، العفو الفواكه. أكلة يعني حتى إذا عندك خطار راح يشرفك يعني يم خطارك. وإن شاء الله تتبعينها وتنطيني النتيجة مالتك، يعني نجحت عندك أو ما نجحت، يعني استوى البطن مالتها أو ما استوى. خل أشوفكم البطن مالتها. يعني تكئيب فما دا أقدر أصور. ما شاء الله على البطن مالتها شلون دايب، شلون مستوي اللحم مالتها. وما بي لا زفرة ولا دم ولا أي شي. ووصفة بعد ما أعرفان كل واحد له طريقته. أكو ناس يعني تسلقه، أكو ناس تشوي تقلي. أنا شوفوا الطريقة مالتي، وإذا عجبتكم انطوني رأيكم بيها. وإن شاء الله راح تنال إعجابكم، وتحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء. عندي هاي وصفة الكنتاكي. أخذت هذا أفخاذ الدجاج، أخذت هاي الجزء من فخذ الدجاج، وأخذت أيضا جزء السفلي. هذا يعني اللحم يكون ترف بحيث يستوي بسرعة. وعندي قطع أجنحة. الأجنحة هماتين بالكنتاكي تستوي بسرعة، فأخذتهم وشكشكتهم بالسكينة. يعني ثقبتهم هواية. عندي هسه المكونات. عندي هنا كوب حليب اللي راح أخمرهم به، كوب حليب. عندي هنا ما يقارب نص العفو قلاص حليب. وهنا كوب كامل طحين. وعندي هاي ما يقارب 3/4 الكوب ليمون. عندي هاي البهارات. عندي هذا الزنجبيل مطحون والكمون. يعني نصيحة أي طبخة عندكم بيها دجاج، الكمون صديق الدجاج، ينطي نكهة كلش طيبة. وعندي هنا ملعقة فلفل أسود، وملعقة ثوم مطحون. يعني صار عندي 1 كمون، 1 ثوم مطحون، 1 فلفل أسود، و1 زنجبيل مطحون. هنا عندي الملح، وهنا عندي البابريكا الحارة لأن شوية أنا أريد سبايسي. يعني ما تحبون الحرارة تخلون البارد عادي، بس إحنا نحب الحرارة خليته سبايسي. يعني هذا مطحون بابريكا حارة. فهسه إن شاء الله راح أضيفهم هنا بهاي الإناء، وأبدي أخلطهم، وشوف شو راح نخلطهم. حبايبي هسه بعد ما نزلت المكونات كلها بهاي الإناء وخمرته. بالمناسبة يقولون الحليب ويا الليمون يقطع. أنا هذا باع شلون طلع عندي ما قطع عندي الحليب ويا الليمون. يقطع إذا كان خالته دافي أو بشوي يعني حرارة. أنا لا، مي بارد.
ويعني برته يلا خليته حتى لا يقطع عندي ويا الليمون. ووراها شوية رشة زيت، لأن زيت شوية يخليه يعني شلون يشرب سوائل أكثر. هسه راح أغطيه وراح أتركه يعني ما يقارب خلينا نقول 3 ساعات 4 ساعات حسب الوقت اللي عندك. يعني 6 ساعات تقدرين انت هذا تنقعينه، أنا هذا راح أنقعه وأخليه باكر. تنقعينه من بالليل يعني ثاني يوم تقدرين تسويه، فأنتي حرة بعد. وإذا ما عندك وقت أقل شي يعني 3 ساعات تخلينه ناقع. بس أنا والله ورا ما يتخمر إن شاء الله نكمل بقية الخلطة. حبايبي هسه رجعت وياكم الوصفة. يعني هاي الوصفة قلت لكم اني بيتتها. بعدنا هنا هسه هذا البقسمان كوب ونص. هذا يعني نصيحة، يعني اذا يبقى عندك صمون كهربائي او خبز بايت او كعكة يعني تحتاجوا بقسمان، هذا تيبسيه وورا ما يبس الطحنين تخليه بمكان يعني تحتفظين به هيك شغلات. فيعني ما تحيرين من يعني تريدين تسوين شغلات، ما تحيرين عندك شغلات يعني جوا ايدك تطحنيه وتخليه. المهم هذا عندي البقسمان اللي هو مقاديره كوب ونص. راح اضيف له نفس البهارات اللي ضفتهن للدجاج، يعني من ثوم مطحون وكمون وزنجبيل مطحون وفلفل اسود وبابريكا حاره. راح اخلطهم وياه حتى انقع بيه يعني اغمس بيه الدجاج قبل ما اقلي. خليكم وياي حبايبي. هسه بعد ما نشفته من الخليط مالته وغمسته بالبقسمان، راح اتركه يعني 5 دقائق حتى شويه يعني ياخذ عليه شويه، مو راسا اقليه، يشبع بيه. وراح يعني اقلي قدامكم دهن غزير. اكو معلومه، اكو ناس يعني ما اعرف يسلقوا الدجاج قبل ما يسووا كنتاكي. انا جربتها مره ما حبيت هاي الطريقه، انا حبيت هاي الطريقه اكثر شيء. واللي يقول لي يعني ما يستوي او تبقى بطنه، لا بالعكس. هسه تشوفون طريقه التقلامات راح تعرفون شلون تقلوه. والشيء الثاني الحليب اللي بيه هو اللي راح يخليه يستوي، الحموضه اللي بيه هي اللي راح تخلي اللحم مالته يصير هش وطري. فكلش يعني شغلته سهله وبسيطه. خلينا هسه نروح انا وياكم نقلي. عزيزتي اول شيء لازم يكون عندك الزيت غزير، وثاني شيء الآلة اللي تقلين بيها شوية تكون ثخينة، يعني مو الطاولة العادية اللي تقلين بيها، شوية يكون بيها ثخن حتى الحرارة تكون موزعة متوسطة، يعني مو الخفيفة حتى تذبت حرارة ورأسا يستوي يعني يتقلب بدون ما يستوي، لا تكون شوية ثخينة حتى توزع الحرارة بيناتهم. بس ان شاء الله راح نبدي نقلي. شوفوا بعد ما نكمل.